السلام عليكم خوتي خواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ واش خبر عائلاتكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وهذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال باذن الله. مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله هو تحضير مربى الرمان بطريقه سهله ومبسطه، كيجي اكثر من رائع. الوقت ديال الرمان ونستغلوه ونستهلكوه بالطرق اللي بغينا. ويلا على بركة الله ندوزو نشوفوا جميع المراحل لتحضير هذا المربى او الكونفيتير. نخليكم مع الفيديو، فرجتكم ممتعة. ونبداو على بركة الله. هنا اخواني اخواتي، غسلت الرمان مزيان بالماء الفاتر تحت الروبيني ونشفته من الماء، وغدا نبدا نقي فيه. بالنسبة لطريقة التنقية، كل شيء كيعرف ينقي الرمان، حتى الوليدات الصغيورين تعطيه رمانه يقسمها على جوج وبرك ياكل بالصحه والراحه. والله يحفظ وليدات الناس كافه اجمعين يا ربي. المهم هنا اخواني اخواتي، من بعد ما تغسل الرمان وتنظف، كتقسم على جوج طبعا ولا على اربعه باش تجيكم القضيه سهله وبسيطه. كاين اللي كيشد الرمانه يقسمها غير شويه ويبرك ياخد شي حاجه اللي هي ثقيله، بحال مثلا معلقه، بحال دوك المعالق اللي عندنا ديال البيت اللي كناكلوا بهم كيكونوا شويه ثقال. كنستعملوا الراس ديال المعلقه وكنبداو نضربوا في الرمان. وكاين اللي كيقسمها عادي جدا. اللي جاتكم سهله اخواني اخواتي، والطرق المعتاده عندكم باش كتناولوا الرمان ديالكم. المهم حاجه اخرى اخواني اخواتي ما ذكرتهاش، وهي الليقات. بالنسبه لليقات كنظن انهم ماشي ضروري 100% اللي ما عندوش، وانما على حسب الصبيعات ديالكم واليديات ديالكم غيوليو شويه بحال اللي كتنقي في الخرشف تماما. كيطلق داك اللون ديالو كحل وكيبقى لكم في يديكم. يستعملوا الليغات ولا من بعد تستعملوا الحامض، ولا كتبداو تغسلوا في الاواني ديالكم، راه كيمشي يعني داك اللون ديال الرمان. المهم كيبقى دوك الايامات ومن بعد كيبدا يزول من يديكم. هنا اخواني اخواتي، من بعد ما ساليت نقيت حتى ديك القشره اللي كتبقى فيه، وحبه على حبه. ومن بعد بالنسبه للكميه هنا خرجت ليا كيلو، غير الحبوب البنات ماشي الرمان. كذلك السكر غنستعمل نصف الكميه، نصف كيلو ديال السكر سنيده. حتى تنقوا الرمان ونقيوه عاد عبروه، ما تعبروش في الاول، لان لا عبرتوه في الاول نتوما كتنقيو كتاكلوا كتبقى لكم رابع في الاخير. المهم الشكل ديال الرمان كيكون بحال هذا الشكل، نقيو نظيف. ممكن كذلك ديروا ليه واحد الشليله تحت الروبيني نقيه باش يبقى لكم وصفيوه من الماء. كذلك غنستعمل واحد الحامضه البنات. هنا اخواني اخواتي بالنسبه للحامض راه ضروري في التحضير. جميع انواع ديال المربى ضروري خصكم ديروا شويه الحامض، يعني واحد نص كويس ديال الحامض ولا حامضه ولا حامضه ونص، راه ضروري. اي مربى كتحضروا في البيت ضروري خصو شويه الحامض. المهم هنا انا متوفره عندي وحده عصرتها وزدت عليها شويه الماء، تقريبا نصف الكميه ديال العصير ديال الليمون الحامض. هنا كندير واحد الاناء اللي شويه هو متسع بحال هذا الشكل، انا استعملت هذا. وغادا ندير عليه نصف الكميه ديال السكر. نصف الكميه المتبقيه غتشوفوا في الفيديو اعزائي المشاهدين اش غندير بها. ضفت كذلك داك العصير ديال الليمون الحامض اللي زدت عليه الماء فقط. هنايا كنكتفيو في المرحله الاولى، كنبدا كنخلط جيدا حتى كتلبس ليا داك الحبوب ديال الرمان بداك السكر اللي درت. المهم خاصو يبقى ليله كامله البنات. واخا ديروا ساعه جوج ثلاثه راه ما كافياش، حنا على حسب السيرو. اما راه ممكن تنقيو الرمان وديروا الكونفيتير عادي جدا، غير على حسب داك السيرو. باش يطلق لكم السيرو خاصو يبقى سويع شويه كتار. انا درته في العشيه وخليته يبات في الثلاجه حتى الغد ليه، هكا باش يطلق داك السيرو كامل. ها انتم اخواني اخواتي، شوفوا الكميه ديال السائل اللي تكون او السيرو. ما نعاودش لكم المذاق ديالو جد جد رائع. وحاجه اخرى اخواني اخواتي مهمه جدا جدا ما ذكرتش في الفيديو، ما تحكموش على اللون ديال الرمان، حكموا على المذاق. راه واحد مره شريت واحد الرمان احمر بحال الفريز ولقيته حامض. هذا انا جبته معايا من المغرب، زوين بزاف وحلو، بحال داك ديال فالنسيا ديال اسبانيا تقريبا، بحال الشكل ديالو هاد الفالنسيان وهاد الرمان، ولكن راه حلو بزاف. المهم الغد ليه خديت واحد الاناء او طنجره فاش غادا نصاوب الكونفيتير ديالي. غادا نديرو فوق النار حتى يطبخ ليا تقريبا من 10 حتى ل 15 دقيقه. شاعلوا النار ديالكم تكون شويه مجهده، ولكن نتوما تما يعني ماشي غتشعلوا النار وتمشيو ديروا حاجه اخرى.
كدوز واحد 15 دقيقه كندوز نوجد هذه ديال المطيشه البنات اللي رائعه جدا 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 جدا. ما نقولش لكم شحال راها رائعه، احسن من الميكسور، احسن من الروبو، احسن من كل شيء. لان هنايا غادي نعزلوا داك الحبوب ديال الرمان، راه طاحت لينا شويه في العافيه، راه ولات شويه يعني سهله للذوبان. المهم ها نتوما اخواني اخواتي، استعملت ديك الجهه اللي عويناتها صغيورين باش ما تدوش لكم داك العظم ديال الرمان اللي كيكون قاصح وما غنحتاجوش في الوصفه. ها نتوما اخواني اخواتي كنحصل على هاد القوام ديال الرمان بحال هكا. دابا غادا نزيد ديك الكميه المتبقيه ديال السكر سنيده وغنديرو فوق النار. اولا غادا نخلط جيدا او نحرك بواحد الملعقه هكا خشبيه ولا اي ملعقه عندكم حتى ديال الانوكس، راه تيقه ديال الغرض كيف كنقولوا. هنا اخواني اخواتي كندير فوق النار وكنبقى نحرك. كتكون النار مجهده في الاول على ما تسخن ليا الطنجره، غير تسخن كنقص ونخليه يطيب على خاطر خاطرو. وفي حاله ما الى الرمان اللي غادي نستعملوه في تحضير المربى المذاق ديالو حلو بزاف وزوين وما اقتنعتوش باللون ديالو، زيدوا عليه شويه نكهه ديال الفريز على حسب اللون حمر. راها مجهده اخواني اخواتي، ديروا غير شويه ما تكتروش باش ما يغلبش المذاق ديال الفريز على الرمان. مربى ديال الرمان والفريز يعجب حتى الوليدات الصغار، كيجي زوين بزاف. غير ما تكتروش الفريز، غير شويه قطرات ديال الفريز. ها نتوما اخواني اخواتي كنخلط مزيان حتى كيبدا يعقد ليا الخليط. ملي كيبدا يعقد عرفوا راه ان القوام ديالو راه قريب يوجد. وغادي نوريكم التجربه باش تعرفوا انه راه واجد الكونفيتير او مربى ديال الرمان. هنا ديك الكشكوشه البنات راني زولتها، ما كنحتاجوش نطحنوه لان الرمان في الاول راه حنا دوزناه في ديك الطحانه ديال المطيشه العجيبه قديمه وعجيبه ولكن راه رائعه جدا. المهم كيكون بحال هذا الشكل ها نتوما تقريبا كيتشابه مع الكونفيتير ديال الفريز. باش غنعرفوا الكونفيتير ديالنا حضر او وجد كناخذوا واحد الطبسيل يكون بارد هكا عادي في المطبخ، وكندير واحد 2 معالق كندور في يديا باش يدي عليا داك الكونفيتير ونوضعوه على جنب بضع دقائق على ما نحس به برد. غير كتحسوا به برد كتجربوه تشوفوا واش القوام اللي بغيتو هو هذاك. ها نتوما كديروا يدي اصبعك سيداتي كتكون بحال هذا الشكل. ها نتوما شوفوا راه ما كيتبعكمش داك الخليط يعني ما جاريش. ها نتوما ومع ذلك دور الطبسيل حتى الجهه الاخرى. ها نتوما داك اللي لاصق في صبعي كيكون كونفيتير تماما بحال داك اللي كيتباع، ولكن هذا راه زوين حتى هو زوين ماشي بحال الكونفيتير الاخر، وانما هذا حتى هو المذاق ديالو زوين. ديال بالنسبه للناس اللي كتحتاج المربى او الكونفيتير كيكون دائما في الدار لتحضير عده وصفات للاكل مع الزبده مع الفرماج الوليدات مع كل شيء. المهم هنا ملي كيكون حضر ليا الكونفيتير كنكون موجده دوك القراعي هكا مغسولين ومعقمين طيبين في الماء سخون وما مسوحينش ما تمسحوهمش. ملي طيبوهم غسلوهم بالماء طيب قلبوهم حتى ينشفوا صافي. وكنعمر هاد القريعات ديالي بحال هاد الشكل هكا. انا درت 4 ولكن انا متاكده انا غيخرج ليا اكثر من نصف القرعه الرابعه. هاد الاواني هادو ديال الدجاج. المهم باش نوريكم الشكل النهائي ديالو كيكون بحال هاد الشكل. صدقوني اخواني اخواتي رائع جدا. وراه دابا مازال ما بردش، راه خاصكم تحكموا عليه من يبرد كيكون عاقد احسن من داك اللي كيتباع. المهم كانت هذه النتيجه النهائيه ديال الفيديو، نتمنى هنا الاعجاب ديالكم. كذلك الفيديو اللي شاركت معكم من الاعجاب ديالكم ما تنسونيش من لايك طبعا الفيديو اللي عجبكم والبارطاج مع الاهل والاحباب. اللي باقي ما مشاركش يشارك وينضم لينا مرحبا ومليون مرحبا. المهم هنا اخواني اخواتي القريعات هادو غادا نسدهم مزيان. الطريقه باش يبقى لكم مده طويله جميع الانواع ديال الكونفيتير البنات ديروا لي هاد الطريقه. ملي تعمروا هاد الاواني ديالكم ديال الدجاج قلبوهم وخليهم يبردوا ليله كامله. هنا الغد ليه ملي كيبردوا كديرهم في واحد الطنيجره بحال هكايا. هذه طريقه الحفاظ بدون مواد حافظه. صافي كنغطي ديك الطنيجره بالماء بارد كنديرها فوق النار وكنخليها تغلي 25 دقيقه. من بعد مرور 25 دقيقه كنزول الطنيجره وكنخلي فيها دوك القريعات حتى يبرد الماء ديالهم تماما. كنزول دوك القريعات وكنكتب فيهم التاريخ هكا باش نعقل على لاضات اللي وجدت فيها الكونفيتير. بالصحه والراحه والى فيديو قادم بحول الله والسلام عليكم جميعا.